السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات تعلم اللغة الإنجليزية. معاكم مستر أحمد الرصد. في حلقة النهاردة هنعرف إمتى وإزاي نستخدم ظروف التكرار اللي هي adverbs of frequency مع verb to be أو مع أي main verb تاني أو أي فعل أساسي آخر. عشان خاطر يا جماعة الموضوع ده بيلخبط طلبة كتير بداية من الصف الرابع لغاية الصف الأول أو الثاني الإعدادي. طيب مبدئيا كده لازم نبقى عارفين ان verb to be اللي هي am او is او are او was او were حتى في الباست، ان الافعال دي افعال قويه ما بتسمحش بان اي ظرف يجي قبلها. verb فتوه من الاخر، verb وحش ما يسمحش ان ظرف التكرار يسبقه او انه يتقدم عنه في الجمله. تعالى كده نشوف مثال. ممكن اقول مثلا he is always active. هو دايما نشيط. is verb to be، الفيرب ده قوي ما ينفعش اقول always is او usually is. تمام؟ يبقى verb to be سواء am او is او are ما ينفعش يجي بعد always او بعد اي ظرف تكرار اخر. تعال ناخد مثال تاني. ممكن اقول لك I am never late for school. am verb to be، am هنا verb to be يعني فعل يكون جاء قبل never. ما ينفعش اقول I never am، غلط لو انا عملت كده. طب الصح ان انا اقول I am never late for school. تمام يا شباب؟ طيب في حالة غياب verb to be من الجملة وفي اي فعل اخر وليكن مثلا eat play اي verb تاني، اي فعل تاني اخر غير verb to be، ساعتها بقى ظرف التكرار بيفرض عضلاته ويقول انا محدش يجي قبلي، محدش يسبقني، فهو يسبق اي فعل تاني. وليكن مثلا verb to have مثلا فممكن اقول لك مثلا I usually have lunch at 2 مثلا 2 o'clock. اوكي؟ طيب هنا عندي verb have وعندي ظرف تكرار adverb of frequency اللي هو usually. فهل هنا have جت الاول زي verb to be؟ لا طبعا، مفيش verb to be، يبقى ظرف التكرار هو اللي يسبق على طول في اي جمله ومع اي فعل تاني. ما دام verb to be am is are او was او were في الباست مش موجودين، يبقى ظرف التكرار بيفرض عضلاته بقى ويتفتون ما دام الايه الكبير مش موجود. مين القوي؟ verb to be ما يسمحش بان ظرف التكرار يسبقه، ولكن في حاله غيابه يقوم ظرف التكرار يسبق اي فعل تاني. تمام؟ اتمنى يكون اللبس او اللخبطه اللي بتحصل مع معظم الطلبه تكون وضحت وعرفنا ازاي نستخدم ظرف التكرار مع verb to be او اي فعل اساسي تاني. تمام يا شباب؟ ما تنساش تشترك في القناه لو عجبك الفيديو او اول مره تشوف الفيديو بتاعنا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.